هي دي الحلويات يا بنات. بعد الفيديو ده تبقي غلطانة، هاتي بيضتين وتعالي جري اقولك تعملي الحلويات دي ازاي. هتنفسي بتاعت بره وطعمها تحفة هشة وبتدوب في البق، وبمكونات بسيطة موجودة في كل بيت. جربي الحلو ده ومش هتندمي، احلى كوكيز هتدوقيه. يلا على المقادير بسرعة. تعالي معايا بيضتين، معايا كيسين فانيليا، معايا كوباية سمنة او زبدة او زبدة على زيت، بس انا عملتها بسمنة، وكوباية سكر، معلقتين صغيرين بيكنج باودر هرمية، ومعلقتين نشا بمعلقة الاكل. ابدأي في المضرب بتاعك، لو ما عندكيش مضرب بمضرب يدوي مفيش اي مشكلة. اضربي السكر والسمنة، اول ما يقلبوا معانا كده يبقوا كريمي انزلي عليهم بالبيض والفانيليا واضربي. تمام. وبعد كده هننزل بالبودر والنشا ونضرب. وبعد كده خلاص مهمة المضرب انتهت معانا. هنجيبهم وننزل عليهم بكام كوباية دقيق، 3 كوبايات. لو عايزة تعملي نص المقدار قسمي كل المقادير النص بالظبط. هنا حطيت 3 مقادير، مش بتعجني، بتلمي العجين بس تمزجيه مع الدقيق. وبعدين هخليه اقسم العجينة النصين. تمام. النص الاولاني هعمله فانيليا، حطيت عليه معلقتين دقيق بمعلقة الاكل، والتاني حطيت عليه معلقتين كاكاو خام يا بنات برضو بمعلقة الاكل. وهنمزجه كويس، هتبقى معانا المقدار حلو جدا، وهتبقى العجينة حلوة مش بتلزق. نبدأ نشكل ونحط في الشوكليت شيبس. الصاجات او الصواني اللي هتحطي فيها مش بتدهن، المادة الدهنية اللي موجودة في العجينة تغني عن اي حاجة. تكوني مسخنة الفرن بتاعتك على درجة 180. مش هنحط على الصاج من تحت، هنحط على الرف بتاع الشبكة في النص. مش هتاخد معانا وقت، تابعيها هتبدأ تستوي معاكي، وذوقي احلى كوكيز، وادعيلي يا قمرة منك ليها.